يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ما شاء الله نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معلش، تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. اكله كده جميله وخفيفه واقتصاديه. انا معايا ايه؟ رز، ومعايا بانيه، ومعايا ايه؟ كبده. او بصوا بقى، شايفين دي ايه؟ كبده، والقلوب بتاعت الكبده مقطعه. ودي ايه؟ الكبده بقى انا متبلاها زي ما انتوا عارفين، بعملها لكم كل مره. انا حطيت ايه؟ معلقتين زيت، وقطعت بصلايه وقرن فلفل كده احمر سبايسي. وهعمل معاكم شويه رز مبهر، شويه رز بقى كده ايه؟ تحفه وفاخر من الاخر بقى كده، بجد بجد حاجه طلعت روعه شويه الرز دول. خلاص، احنا بس يا انس بتوع بابا. انا بقى ايه؟ هشوح البصلايه لغايه ما تاخد ايه؟ لون كده حلو، لغايه ما تدبل كده وريحتها تطلع. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. وايه؟ هفضل بقى اديها تقليبه، وهنزل عليها بقى بالرز، او وهنزل عليها بقى ايه؟ بالكبده اللي انا ايه؟ غسلاها ومقطعاها دي، والقلب بتاع الكبده اهو. هديهم تشويحتين اهو، شايفين؟ اهو، شايفين يا بنات؟ شايفين يا ست الكل؟ خلاص اهو. او قولوا لي ايه رايكم بقى فيها؟ اهو يا بنات، اهو يا ست الكل. اهو حاجة كده بسيطة، وحاجة ايه بقى؟ شوية الرز المبهرين دول للولاد ليه طعم تاني. حطيت فلفل اسود وملح وبهارات. خلاص، هو اسمه رز مبهر، يبقى نحط له السبع ايه؟ بهارات. خلاص، هنديله بقى تقلبتين كده، ونحط له ايه؟ عيار المية بتاعه. ده معايا انا كده بالظبط، عملت نص كيلو رز، عشان قلت اعمل على القد عشان ما يترميش مني، وحرام دلوقتي نرمي الحاجة والدنيا بقت غالية. والحمد لله على كل حال. وخلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. وهنعمل بقى ايه؟ طبق كده النهارده فاخر من الاخر. وايه؟ ودي كان سفرتنا النهارده. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. هنفضل بقى نشوح فيه كده شويه لغايه ما يشرب من التوابل بتاعته، وننزل عليه ايه؟ بالميه بتاعته، معيار ايه؟ الرز بتاعنا. خلاص اهو، شايفين؟ شايفين يا ست الكل؟ اهو. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش بقى بكومنت حلو واشتراك كده يا ست الكل، عسل كده زيك. وهنتبل بقى البانيه، وهنتبل بقى الكبده اهو، انا ببدرهم اهو. هنزل عليهم بقى يتقلوا، وهم بصراحه اتقلوا بقى. وادي طبق السلطه، وادي الكبده اتحمرت اهي، وشويه الرز المبهر اهو يا بنات. او قولوا لي ايه رايكم في الطبق الفاخر دوت؟ مفيش بقى منكم. تسلم ايديكي يا ام احمد على الجمال ده كله. وحاجة كده فاخر من الآخر، وحاجة بقى طلعت ايه؟ شوز كده خالص. او مع طبق السلطة ده كده، وطبق البطاطس المحمر. حاجة كده جميلة. اعمليها لولادك وجربيها، ولو عجبتك يا ست الكل اكتبي لي في الكومنتات، وقولوا لي بيتابعوني من اني بلد. وشكرا قوي قوي كل اللي بيتابعني وبيشاركني وبيكتب لي كومنت حلو. يسعد يا رب قلوبكم يا رب على مشاركتكم الجميلة. اهو يا بنات، اهو يا ست الكل. وشكرا قوي قوي على متابعتكم ليا. او شويه الرز المبهر ده اعمليه بالطريقه دي، هيعجبك قوي قوي مع طبق السلطه مع البانيه. تغيير عن المكرونه، عن الرز البسمتي. ده الرز البلدي بتاعنا العادي. خلاص، انا ما جبتش ولا رز بسمتك ولا قلت لكم ده رز بسمتك، لا ده رز عادي بتاعنا الطبيعي. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. شكرا قوي قوي على كومنتاتكم الجميله، ما تحرمش منكم ولا متابعتكم ليا يا رب. وقولوا لي ايه بقى؟ وادي الكبده اهي بتاعت الفراخ، بصوا. وادي البانيه بقى، وادي طبق البطاطس. وقولوا لي ايه رايكم يا بنات بقى مع طبق سلطه كده وشويه الرز المبهر دول. حاجه كده جامده، وحاجه فاخر من الاخر. او تعالوا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. ما تنسونيش بقى باشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ام احمد وانس. وان شاء الله مش هغيب عليكم كده الغيبه الطويله ديت. ويا رب ما يجيب لناش ولا انتوا ولا احنا حاجه وحشه. او مع السلامه.